بالراحة بشويش، كله إلا الجيش. بالراحة بشويش، كله إلا الجيش. يوم الجمعة الناس عاملة اعتصام يوم 18 نوفمبر علشان تطلب من المجلس العسكري إنه يسلم السلطة. العالم دي اتجننت. إزاي تطلب من المجلس العسكري إنه يسلم السلطة؟ بيقولك المجلس العسكري عمل، المجلس العسكري كذب، المجلس العسكري بيعمل بلاوي كتير. أنا بصراحة مش مصدقه. طب تيجي نشوف المجلس العسكري عمل ايه عشان كده هم طالبين منه يسلم السلطه يوم 18 نوفمبر. حاجه من اللي بيقول لكم عليها ان الجيش هو اللي استعد البلطجيه ان هم يخشوا ميدان التحرير يوم موقعة الجمل. انت مصدق حاجه زي كده؟ انا بصراحه ما مصدقش الجيش بتاعنا يعمل كده او المجلس العسكري يسيب حاجه زي دي تحصل. دي كانت مذبحه يا جماعه، ازاي المجلس العسكري يسكت على كده؟ طب تيجي نشوف ايه اللي حصل يوم موقعة الجمل؟ بينا نشوف. عادي ممكن. تاني حاجة بيتكلموا عليها كشف العذرية البنات، إن الجيش دخل يوم 9 مارس ضرب المعتصمين في التحرير وكسر الخيم وكشف على عذرية البنات اليوم ده. بذمتك أنت تصدق إن المجلس العسكري يعمل كده؟ بذمتك أنت تصدق؟ ما بيحصلش. إزاي بيقولوا الكلام ده؟ إزاي؟ ما أهو الفيديوهات قدامكم أهي. تالت حاجة موضوع الاستفتاء، وصلت بيهم الصفاقة ان هم يقولوا ان المجلس زور الاستفتاء ولعب على الشعب. ازاي طيب؟ انا بصراحة مش مصدق المجلس ما يعملش كده يا جماعة. بذمتك انت تصدق المجلس ممكن يعمل كده؟ اصدق. ازاي؟ ده المجلس العسكري، ده الخط الاحمر. امال احنا نبقى ايه يعني؟ خط اسود بقى، زفت قطران مالا. المجلس العسكري زور الاستفتاء؟ طبعا زوروا. تهرجوا ولا ايه؟ لا طبعا ما يحصلش، مش مصدقكم. امال يكسب شرعيه ازاي؟ مش عارف، بس ما نشوف مع بعض كده. هل معنى الإعلان الدستوري اللي حضرتك كشفت النقاب عنه اليوم معناه إنه دستور 71 ألغي تماما؟ دستور 71 احنا اتكلمنا ووضحنا هذا الموضوع، قلنا مفيش دستور 71. انا مش عاوز تهكم ولا سخريه على اني هنكمل من دستور 71. مين قال هنكمل من دستور 71؟ ليس كل ما صدر في دستور 71 فهو ملغي، والدستور 71 والاعلان الدستوري هذا دستور دائم وهذا دستور مؤقت، فما فيش حاجه اسمها الخاص والعام. قول يا شيخنا قول، قول يا شيخنا قول كمان قول. المجلس الاعلى اصلا واخد شرعيه من 77.2% من الشعب. معايا حضرتك 14 مليون و4 مليون هم اللي قالوا لا على الاجراءات اللي بيقوم بها مجلس. هو الاستفتاء كان على التعديلات الدستوريه مش على المجلس العسكري. الاستفتاء كان على التعديلات الدستوريه وعلى شرعيه المجلس وعلى ما يقوم به من اجراءات. عادي بتحصل، ايه المشكله؟ بتحصل. تقليعه جديده بقى يقول لك ان المجلس العسكري هو المسؤول عن موقعة العباسيه. تصدقوا ان الجيش يحمل البلطجيه في موقعة العباسيه؟ يعني يشوف الشعب بيضرب الشعب اللي هم المواطنين الشرفاء، يعني بيضربوا المتظاهرين وهيقف ساكت؟ استحاله طبعا. يا هيمسك المواطنين الشرفاء يا هيحبسهم
يا اما هيمنع الاشتباكات، لكن يفضل يقف ساكت كده. وازاي يعني يقول لك في واحد مات كمان؟ يعني انتوا متخيلين يقول لك واحد مات كمان؟ ده تهديج ده. ازاي يعني؟ فيديوهات هي بتتكلم، محدش فينا بيتكلم، الفيديوهات هي اللي بتتكلم. نشوف مع بعض. ده مات، دول قتلوه. بس هو مين اللي قتله؟ المجلس العسكري؟ المجلس العسكري صح؟ عادي، بتحصل. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ هو قتل واحد. احنا عندنا 12,000 مدني بيتحاكموا قدام محاكم عسكرية. النهارده بقوا 22,000. بيقولوا كده. انا مش مصدق بصراحة مش مصدق. بيقول لك الناس بتتحاكم قدام محاكم عسكرية، ان الجيش بيحاكم المدنيين. تقنعنيش. بتحصل عادي يا جماعه. من انجازات الجيش بتاعنا او انجازات المجلس العسكري، عشان الجيش بيزعل الناس، انجازات المجلس العسكري بتاعنا ان هو نقل مبارك لمستشفى سجن طرق. هو الراجل قال لك المستشفى هتاخد شهرين، شهر 2 3، يعني تكون المستشفى خلصانه في شهر 5 في شهر 6، وهينقلوا مستشفى سجن طرق زيه زي اي مسجون عادي. وده اللي المجلس العسكري عمله، ان هو نقله. حد يسمع مبارك حاجه دلوقتي؟ ليه؟ لانه مرمي في سجن طرق، محدش يسمع عنه حاجه. ده مبارك ده كلب يعني، يرموه فين يعني؟ المجلس العسكري ما بيحميش الكلاب ابدا. المتحدث الرسمي أوضح بأن النائب العام كان سبق وتلقى من كبير الأطباء الشرعيين بتاريخ يوم الأحد الموافق 24/4/2011 تقريرا عن تنفيذ ما كلفه به النائب العام بشأن معاينة مستشفى السجن لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه. وحضرتك السيد الوزير امر باستكمال التجهيزات بتاعته، وان شاء الله في فتره قريبه هنكون جاهزين لاستقبال كل هل الفتره دي محدده سياده العميد؟ والله يا فندم هتبقى في خلال 2 3 يعني. 2 3 ده لاقامه مركز للرعايه الحرجه؟ بتحصل. اخر تقليعه بقى يقول لك ان الجيش يوم 9 ابريل لما دخل ضرب المعتصمين هناك وقبض على ضباط الجيش، ضرب رصاص وضرب الناس بعنف ووحشيه. انا بصراحه ما تخيلش ان الجيش بتاعنا ممكن يضرب رصاص على حد. هو حتى اللواء قال لك ان ما ضربش رصاص واحد، والمجموعات اللي دخلت الميدان كانتش مسلحه خالص، ومحدش مات اليوم ده اصلا. بدأت تخلي الميدان ما كانش معاها أي نوع من الذخائر، كانش معاها أي نوع من الذخائر أو أي نوع من الدخول. التعرض بالقوة للمتظاهرين بأي شكل من محدش يخاف. الأساسية اللي أنا بأكد عليها أيضا هي عدم تسلح عناصر القوات المسلحة اللي دخلت ميدان التحرير بأي نوع من طبيعي يعني. عادي. كان عندها تعليمات واضحة بضبط النفس لأشد، بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة. عارف يا عم. جميعا لم تطلق طلقة من عناصر القوات المسلحة اللي موجودة في ميدان التحرير. هو ده الجيش اللي بيحمينا، انتوا اللي بتحمونا. احنا عملنا كويس.
نيجي بقى لاخر حاجه، موضوع ماسبيرو. موضوع ماسبيرو بيقولوا ان المجلس العسكري او الجيش دهس المتظاهرين بالمدرعات. بذمتكم في مدرعه تدهس ناس؟ ده هم الناس اللي قعدوا تحت المدرعه. ازاي يعني؟ هو اساسا الجيش ما عندوش مدرعات، الجيش معهوش غير سلاح، واللواء نفس اليوم برضو قال لك ان كان السلاح معاهم في شنك. ما ينفعش اصلا يبقى معاهم سلاح. الناس دي بتامن ماسبيرو وهي معاها مسدسات ميه. حتى علاء عبد الفتاح لما قبضوا عليه اتهموه في اليوم ده ان هو سرق سلاح وضرب المتظاهرين بالنار. سرق السلاح اللي هو ما كانش معاه سلاح اصلا، ما اعرفش جاب السلاح منين، بس هو سرقه من الجيش برضه من هناك، جابه منين مش عارف يعني. وده مسك مسدس ميه وضرب المتظاهرين بيه. بالنسبه للمدرعه اللي دهست الناس بقى، دي اصلا ما دهستهمش ولا حاجه، هم الناس اللي قاعده تحت المدرعه فطبيعي تدهسوا. وطلع وزير الداخليه قال لك ان الجيش لا ما فيهوش مدرعات. مش عارف انتوا كدابين يعني، فيديوهات اهي، نتفرج على الفيديو مع بعض ونشوف تعرفوا ان انتوا كدابين. بتحصل عادي عادي ممكن. طب دلوقتي انا اتلخبطت، هنزل ولا ما انزلش ولا اعتصم ولا ما اعتصمش؟ الجيش اللي عمل كده ولا ما عملش كده؟ نستنى الفيديو الجاي. طيب شوف الفيديو الجاي هيقول ايه، وللحديث بقية. سلام.